المهم رأوا الأجواء ما شاء الله برد. أسأل الله أن يعطينا خيرها وخير ما أرسل فيها وخير ما بعث يا رب. أسأل الله أن يجنبنا شرها وشر ما أرسل فيها وشر ما بعث هذا البرد. المهم عاد أنا وصلت هنا، لا صديقي بصيح لي يقول لي تعال 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 تعال. إيش السؤال اللي يسألكني يا صديقي؟ شيخ سام بناجي قال وجه لي سؤال. عاد انا وصلت سارحي يصيح لي يقول لي تعال يا ابو. قلت له امر ايش في؟ قال يا اخي متى يعني رحنا متى نستقر ونرتاح في بلادنا. واقول له حالتين، هذا اللي انا شفتها وعشتها ولاحظتها. الحالة الاولى عندما خلاص غدك يعني جار عليك الزمن وغدك على العكازة روحوك تقضي ما بغي من العمر ويدفنونك. والثاني لا غد ويش كملها. والثاني قال تقدر تعيش هنا وقال غيرك تحت الأرض. فالحياة جميلة والأمور طيبة والعمر يمضي. نسأل الله حسن الخاتمة يا رب. هذا وضع اليمني.